بتدور أحداث الفيلم في بلد اسمها وينجنبير، وهناك بتعيش بنت صغيرة اسمها جينيفر. وشها ما كانش ألطف حاجة، وكانت بتتعرض للتنمر والاشمئزاز بسبب شكلها السيء. وفي يوم من الأيام بتتعرض للسخرية من 2 شباب، وفتحت جينيفر بوابة سحرية عن طريق الخطأ، وقابلت هناك راجل اسمه ستريد. والراجل ده كان مهتم بكل أنواع السحر، وسبالها حاجة غريبة ينفع تستخدمها عشان تلاقي شخص ضايع منها. وبعد فترة تتوصل سيدة جميلة وسرية في المزرعة بتاعتهم، وبتكون جاية علشان تشترى خنزير من عندهم. لكن لما بتشوف جينيفر بتطلب من والدها تشتريها هي كمان، ووالدها مستغربش من الطلب وباع بنته بنص تمن الخنزير. وقررت الست تاخد جينيفر مدرسة السحر وتبعدها عن البيت بتاعها. ومن شدة حزن البنت حاولت تنتحر أكتر من مرة، لكن كل المحاولات كانت بتفشل. ورئيس المدرسة كان عايز الطلاب يتميزوا بمهارات مختلفة عن بعض، وبيمر الوقت بيكون في امتحان للطلاب، وكان المطلوب من كل واحدة ترفع الحجارة اللي قدامهم من غير ما حد يلمسهم. وباستخدام التعويذة بيتمكن الجميع من المهمة، لكن جينيفر بتفشل في المحاولة. ومع محاولات كتير ليها كلها كانت تنتهي بالفشل، بتحبط وبتمشي من المكان. وبتلاقي استريد في الكهف وبتقول على اسمها. وفي وقت متأخر بتقوم المدرسة بتاعتهم بتدريب ليهم، وبتأمرهم بأنهم يبصوا في عيون بعض عشان ينغمسوا في أفكارهم ويعرفوا مخاوفهم. ولكن جينيفر بتفشل مرة تانية، وكانت شايفة إنها حتى ولو كانت جميلة محدش هيحبها. وبعد فترة بتشارك الكلام مع استريد صديقها الوحيد، وبتحكي له عن مشاكلها في المدرسة الجديدة. وفي إحدى الليالي عاصفة شديدة بتصحى المدرسة كلها، وبتاخد كل البنات لمكان اسمه التورلارة، وده بيكون أقوى مكان سحري في القارة كلها. والنهاردة هيكون في اختبار جديد، وهو عبارة عن إن كل طالبة هتاخد شوية من البرق وتعبيهم في وعاء. وبعض البنات كانوا متخوفين من الفكرة، ولما بيجا دور جينيفر ورفعت الوعاء بتاعتها، ولكن ذا كل مرة بتفشل. وجريت بسرعة من المكان، وهي زعلانة بتجاكل قوتها فاتجاه خصمها المحظوظ أكتر منها. وبعد فترة بتيجي المدرسة وبتوبخها، وقالت لها إنها كانت ممكن تموت زميلتها بالتصرف اللي عملته. وبعد ما بتروح لصديقها استريد وبتحكي له كل حاجة، لكن للأسف الساحرة بتكون عارفة كل اللي بينهم، ومش هيقدروا يشوفوا بعض مرة تانية. وبدأ يفرجها عليا جماجم الجن الميتين اللي بنوا أريتوزا، وكانوا أول سحرة القارة، وهم اللي بنوا كل الأماكن السحرية. لكن البشر جم القارة وذبحوهم، واستيراد ادالها زهرة ما بتكبرش إلا مع دم الشيخ. وبدأت تقرأ التعويذة وبتكرارها للقراية. فتحت البوابة وصديقها ما كانش فاهم بالظبط اللي بيحصل، وإن هي إزاي قدرت تفتحها من أول مرة. وبعد فترة اعترفت جينيفر إن والدها الحقيقي كان أزم، وهو اللي صنع بيرج قرب منها. استريد وداها وحده مشبك واعترف لها بحبه ليها، وفرجت لديسيا الزهرة، واتضح إن ده كانت مهمتها عشان تحصل على النبات من خلال مهارات العاطفة الكذابة. ومن ناحية تانية واستيراد بيكلم معلمة عن جينيفر، وبليل سمعت البنت حد بيخبط على باب جارتها، فخرجت وخدت الزهرة معاها وبدأت تطاردهم من بعيد. والرغبة حولت الأربعة لتعابين ساحرة. وبعد فترة دخلت جينيفر في علاقة مع استريد، وكانت بتحلم بالتخرج من المدرسة عشان ترجع موطنها من جديد. وباعتبارها ساحرة قوية هتقدر تنتقم من كل اللي تنمروا عليها. وبيتم إتقان جميع خريج المدرسة إريتوسا قبل إرسالهم للممالك المختلفة. وبيتم إزالة العيوب الجسدية اللي بتظهر على جينيفر، وده عن طريق معالج مشهور جدا. ومن ناحية تانية بتعلمها إزاي تبص في المراية عشان تكون واثقة من نفسها أكتر. وبتغمض البنت عينيها وبتتخيل أقوى أمراض في العالم. في الوقت ده بيعملوا اجتماع للسحرة عشان يتأكدوا إن الخارجين دول مؤهلين للتخرج من المدرسة. بس في واحد بنت الصحراء كان اسمه ستريكابور، وكان عارف إن والد جينيفر من الأقزام، وعلشان كده مش هينفع تتخرج من المدرسة، ومش هيتم إرسالها للممالك المختلفة. وجيني لما عرفت كانت مستاءة جدا من اللي حصل، وقالت إن ما عندهاش أي نية لإضاعة حياتها في خدمة ملك من المملكة الجنوبية. وكانت عارفة كويس إزاي استريجور عرف إن باباها أزم، وبيبدأ الحفل وجنيفر مش بتكون موجودة. إنما استورد كان قلقان جدا على الرسالة اللي سابتها جينيفر. وبعد فترة من كلامهم مع بعض عرض عليها إنها تسافر معاه عبر القارة وتكتشف حاجات محدش يقدر يكتشفها. لكن جينيفر كانت بتسخر منه بقوة، كانت بتعاني من مشاكل كتير في الدراسة بتاعتها، فقررت تروح للساحر المسؤول. وكانت شايفة إن ده هيخفف عنها الألم الشديدة اللي هي حاسة بيها، وطلبت منه يعمل لها عملية عشان فنها يظهر وتخرج الساحر اللي جواها.
وأول ما بيبدأ الساحر في العملية، العلامات بتاعة الانتحار اللي على إيديها بتختفي. وقبل ما يكمل الساحر قال لها إن كل حاجة بتعمليها ليها تمن، وممكن ما تقدريش تمشي تاني لأنك هتتولد من جديد. كانت موافقة على كل اللي هو قالت. وافقت كمان على عملية إزالة الرحم. وفي الوقت اللي السحر بيقرأ في التعويذة، جينيفر كانت بتصرخ من شدة الألم لدرجة إنها مزقت السلاسل اللي مربوطة بيها، وبيقوم عمودها الفقري بتقويم جسدها بالكامل، وتقريبا كان بيدوب وبيتحول من شكل لشكل تاني خالص. وأخيرا من شدة الألم جينيفر بتفقد وعيها، وفجأة بتظهر بنت جميلة جدا في القاعة الرئيسية، وبتكون البنت دي جينيفر. والمعلمة عرفت إن جينيفر كسرت أوامرها والمفروض دلوقتي إنها تاخدها بعيد، لكن الوقت بيكون فات. وفي الحفلة الحاكم شاف مدى جمالها وعرض عليها ترقص معاه. وفي النهاية بيتم نقل عالم السحر من الوحوش والسيوف الفولاذية بشكل جيد جدا. عشان كده في مغامرات البطل الأنثوي هيكون أكثر إثارة. وبينتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس.